طيب، ثالث مرحله اللي تبدا تبيع بقى. طب وانت بتبيع، معظم البياعين بيركزوا على ان انا ابيع، يعني ابيع الفيتشر، يعني مش البنفيت. يعني ايه الفرق ما بين الفيتشر والبنفيت؟ يعني انا لما اجي مثلا، انا هقول انا عايز اقدم دايت كويس، فانا لما اجي اقدم دايت اقول انا عامل اعلان فيسبوك مثلا، او انا قاعد مع الكلاينت فبقول له ده الدايت بتاعنا ده دايت متوازن وفيه كل عناصر غذائيه. فدي اسمها فيتشر، يعني دي خاصيه. يعني المميز في الدايت ان هو دايت متوازن وفيه كل العناصر الغذائيه. المميز في الدايت ان هو اكل كافي. طب انا هستفيد ايه؟ دي البنفيت بقى. الدايت متوازن وفيه عن كل العناصر الغذائيه، فمش هتحس باي مشاكل صحيه، ولا في سقوط في الشعر ولا البشره ولا. فانا هشتري ليه؟ لان الدايت بتاعك مش هيخليني عندي هبوط. لان الدايت بتاعك مش هيخلي شعري يقع. لان الدايت بتاعك مش هيخلي انا بحس بالارهاق. لكن مش يعني دايت متوازن والله يعني ربنا يوفقك، هستفيد هنا ايه؟ فبالتالي بنقول انت لازم وانت بتعرض المنتج بتاعك تبقى مركز على المنفعه اللي بتعود على الكلاينت. انا مثلا زي ما احنا قلنا من شويه، انا هعمل لك جروب على الواتساب متابعه دوريه. الجروب ده هينفعك في ايه؟ ان انت لو حضرتك جيت في اي وقت حبيت تستشيرني هتلاقيني. انا هعمل لك مثلا فترات معينه هجاوب على كل اسئلتك. فان انت مش هتستنى السيشن الجايه لما انا قعدت معاك مثلا الجمعه، مش هستنى الجمعه الجايه لحد اما اسالك سؤال انا هاكل النهارده محشي ولا لا، واكون كلت المحشي اصلا خلاص. فبالتالي احنا الفيتشر ايه؟ ان انا هعمل لك جروب متابعه على الواتساب. فانا ممكن اظن ان انا لما اقول لك ده انا هديك جروب واتساب متابعه، كده الشخص احنا بنفترض ان هو كده ترجم الميزه، او هو كده فهم انا بقول له ايه. لا، ما تقولها له. هو هيشتري عشان ايه؟ البنفيت. طب جروب المتابعه واتساب، يعني انت هتنزل لي ورقه الدايت، ولا ولا هتنزل لي وصفات، ولا هتعمل لي ايه؟ فممكن تقول له جروب الواتساب ده بيبقى عليه الدايت بتاعك، بيبقى عليه الانبادي، كل الداتا بتاعتك، لو في معامل لو في تحليل، عشان الداتا كلها تبقى في مكان واحد محفوظه، بدل ما هي ورقيه ممكن تضيع مثلا. زائد ان انت هيبقى في متاح ان انت تسالني من الساعه كذا للساعه كذا واجاوب لحضرتك كل الاسئله اللي انت محتاجها. هيبقى في وصفات بتنزل بشكل دوري. هيبقى في يعني بوستات او مقالات للدعم النفسي وايه والتحفيز. فانت ايه؟ بدات توجد له الفيتشر ان انت بتقدم جروب واتساب. طب البنفيت ان انت هتدي له وسائل تحفيز، هتدي له. تمام. طيب، فاحنا كده فهمنا الايه الفرق بين الفيتشر والبنفيت. فبالتالي زي ما احنا بنقول مثلا انا هبيع لك موبايل، فالموبايل ده فيه كاميرا. طب انا هستفيد ايه؟ الكاميرا دي هتصور بيها اللحظات الحلوه اللي في حياتك مثلا. فدايما لما تقول حاجه كويسه انت بتبيعها، دور على المنفعه. حضرتك انت عندك مشكله ان انت اللايف ستايل بتاعتك مش متظبطه، مواعيد نومك وصحيانك واكلاتك، وفي جابس مثلا مسافات كبيره ما بين الوجبات، فده مش تمام. تمام، فدي مشكله عندك. فبدات انا اقدم ايه؟ فانا بالتالي هعمل لك نظام مناسب ومتفصل على اللايف ستايل بتاعتك، وهيكون مناسب جدا لكل الاوقات، ووجبه مناسبه لكل حاجه انت بتعملها، سواء بتتمرن او مش بتتمرن، سواء ان انت في الشغل او في البيت. فده هيخليك، فكل ده فيتشر اللي انا بقوله ده كله ايه؟ خاصيه في الدايت. لكن المنفعه، ده هيخليك تلتزم اكتر، ده هيخليك ان انت قابل لتطبيق الدايت اكتر، ان انت الاصناف اللي انت بتاكلها بتحبها فهتخليك تقعد اكتر على الدايت. فدايما ايه؟ فكر في المنفعه اللي عايده على الشخص. ما تفكرش في الخدمه، ميزه الخدمه اللي انت بتأديها. لازم لو قلت ميزه توجد لها منفعه. انا هديك كذا عشان تعمل بيه كذا، هديك كذا عشان تعمل بيه كذا، وهكذا. تمام. فتبدا ايه؟ تقدم بالشكل ده. طيب، هنبدا بقى الاستجابه للاعتراضات. يعني انت مثلا هتيجي انت بعد ما انت بتتكلم مع الكلاينت وهو بتقول له مثلا ايه؟ انت عندك مشاكل واحد اتنين تلاته، فالمشاكل دي انت محتاج اقدم لك كذا والكذا ده. خلاص بدانا نربط الفيتشر والبنفيت. هتلاقي بدا ايه؟ يعترض.
تمام. هيجي ايه يقول لك لا اصل انا كده كده انا مشيت على دايت ومش نافع، لا اصل الدايت مش هيبقى مناسب، انا مش بعرف التزم على دايت اصلا. تمام. طيب فده هيبدا ايه يطلع لك اعتراضات. فانت الاعتراضات دي او الاوبجكشنز دي انت المفروض تبدا تهندل الاوبجكشنز دي. بتهندلها ازاي؟ اول حاجه لازم تسمع بشكل جيد جدا الاعتراض بتاعه، سواء هو مش عاجبه الدايت، سواء هو ليه. يعني ما تحاولش مجرد ما يقول لك كلمه اعتراضيه تقوم تسارع للاجابه، لان انت ممكن تسمع الموضوع ممكن تكون اصلا ما فيش تعارض، او انت هو فاهم حاجه غلط فبيقول لك اصلا حاجه غلط. يعني مثلا ايه هتقول له مثلا ان انا بقدم دايت متوازن وفي كل عناصر غذائيه وفي وجبات كتير، يقول لك اصلا ما بحبش الوجبات كتير. هو فاهم ان انت هتديله مثلا محشي كل يوم ووجبات كبيره، لا هو احنا ممكن هو مش فاهم طبعا. فانت تبدا تعمل ايه؟ اول حاجه اسمع الاعتراض بتاعه، لا انا ما بحبش الوجبات كتير. تاني خطوه تبدا تستفهم حضرتك تقصد ايه بالوجبات الكتير، مجرد بتساله بس. الوجبات الكتير انا ما بحبش الوجبات الدسمه مثلا، فممكن يكون هو في حته تانيه اصلا، او هو مش ايه مش فاهم اللي انت المنتج اللي انت بتبيعه ده عامل ازاي، او الخدمه اللي انت بتقدمها له دي عامله ازاي. فبتبقى انت بتسال بروب يبدا يجاوبك، فتبدا ايه لا تعدل الايه المشكله بتاعته. طب ايه المشكله بتاعت المنتج ده؟ ممكن تكون عندك مشكله فعلا في السيرفيس بتاعتك، او هو الشخص ده مش مهتم، او هو بينكر، او هو مش فاهم. فبالتالي على حسب كل حاجه، لو هو مش مهتم خلاص، ما احنا قلنا في جزء من الناس مش مهتمين، فتخبط ايه على الاقل يبقى هو سمعك وفهمك واتعامل معاك وعرف الايه السيرفيس اللي انت بتقدمها. في نفس الوقت ايه بدات يبقى مرتبط بيك. وبعد كده ممكن لو انت هو حس ان انت شاطر، حتى لو هو مش محتاج الخدمه دي، هو هيتكلم عنك وهيجيب لك ايه هو الناس. يعني حتى ايه لو هو ما عجبوش الحوار، او ما اشتراش، او ما كانش مهتم، او مش عارف مش مستعد يبدا، او مش معاه فلوس، فممكن بعد كده هو ايه لا ده هيريكومند ان انت تشتغل معاه. تمام. اخر خطوه. تمام. في في الخطوات بتاعتنا الكلوزنج بقى. الكلوزنج ده يعني ايه؟ انت بتفنش الديل. انت بتفنش الديل يعني ايه بتفنش الديل؟ طبعا فنش الديل دي كلمه بيزنس، بس هو انت احنا عايز اربط اذهان حضراتكم ان ده انت بتقدم السيرفيس اللي انت دي بتقدمها بيع. مش انا يعني مش قصه بقى انا دكتور ولا دكتور تغذيه وما ينفعش ابيع، لا انت لازم تبيع عشان تعرف تاكل عيش، لان ده الشغل بتاع السوق. تمام. طيب فالكلوزنج بقى ده بيبقى عباره عن ايه؟ ان انت مثلا آه بفتره مجانيه. يعني انت حسيت ان هو متشجع بس ايه لسه ملقلق شويه، فبتقول له طب خلاص انت ممكن تجرب معانا اسبوع مجاني. فانا هقدم لك، انت جيت مثلا الاستشاره دي انا هعمل لك دايت النهارده وهتاخد اسبوع مجانا، وتيجي المره الجايه تشوف الانبادي، وساعتها تبدا تقرر هل لو هو ساعتها اول ما يخس هيبدا يتشجع ان هو يعمل ايه؟ يعمل دايت. طيب في اسلوب تاني ان انت تبدا تلخص له بقى. انا 1 2 3 ستايل ده يعني ايه؟ يعني انت تبدا تقول له والله انا الدايت بتاعي بيقدم لحضرتك كذا وكذا 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 وكذا، وفيتشر بنفيت. انت تقول له اه انا بقدم لك واتساب عشان كده هيعمل لك كذا، بقدم لك الانبادي فري، بقدم لك مثلا جلسات تخسيس مجانا، بقدم لك منتج دايت مجانا مع الدايت. فالحاجات اللي انت بعتها له تبدا تجمعها له. تمام. تمام. النقطه بعد كده حاجه اسمها باث الترناتيف. يعني ايه؟ طب حضرتك بقى تحب تبدا بالثلاث شهور؟ يعني انت محتاج تعمل دايت لمده 3 شهور. انت مثلا عمل انبادي، فهو انت لقيت ان هو مثلا عنده دهون مثلا 20 كيلو، فتقول له انت محتاج تتابع حضرتك لمده 3 شهور. فاحنا عندنا الباكج الشهر كذا وباكج ال3 شهور كذا، فحضرتك تحب تبدا بشهر ولا 3 شهور؟ بس الترنتيف ده يعني كانك ما بتديلوش فرصه ان هو يقول لا انا مش عايز. انت بتديله ايه؟ تو اوبشن ان هو حجز، يعني هو سواء حجز شهر او 3 شهور. تمام. طيب فده ايه الباس الترناتيف. برضو الديفولت كلوزنج ده ان هو انت خلاص بقى حضرتك ايه ابدا سجل معانا وخلاص احنا اشتري معانا. فانت برضو بايه
ان انت افترضت خلاص ان هو اشترك معاك. يلا بقى حضرتك هات الداتا بتاعتك عشان خلاص احنا هنبدا نعمل دايت. فانت ايه، بتفترض الديفولت كلوزنج اللي هو خلاص هو اشترى اصلا. فانت ايه، افترضت ان هو اشترى فخلاص بتبدا معاه. تمام. طيب دي شكل تاني من اشكال الكلوزنج. برضو في الاند اوف لاست تشانس. الاند اوف لاست تشانس ده عباره عن الاند اوف لاست تشانس ده عباره عن ان انت بتقول له الاوفر ده حضرتك لفتره محدوده، فلازم تلحق مثلا قبل وقت معين. انت لازم انت في اوفر مثلا ده في 10% اوفر، فحضرتك الحق اشترك قبل ما الايه الاوفر يخلص. تمام. فده ايه، دي اشكال للكلوزنج. الكلوزنج ده يعني ايه؟ يعني انت بتفنش الديل. يعني انت خلصت المراحل بتاعت الديل، او مراحل الوقت بتاع البيع اللي انت بتقدمه. فايه، انت خلاص بقى عايزه يشتري. ما انت في بعض، انا عايز برضو اركز على الجزء ده جدا يعني. تمام. يعني في بعض الناس بتبدا تركز ان هي تقدم سيرفيس كويسه جدا وتبيع طول البيع، وبعدين ما تقولوش اشتري. يعني انت والله بتقدم خدمه كويسه جدا، بس وانا اتبسطت من قعدتك. طب خلاص يلا شكرا جدا، سلام عليكم سلام عليكم، خلاص ما اشتريش. فانت مثلا انت زي ما احنا قلنا، لو انت سواء انت بقى ايه قاعد في جيم وجالك الشخص ده بيعمل دايت مثلا مره فري، فعجبه السيرفيس بس خلاص هو ما يعرفش ان انت ممكن يشتري. او ان انت مثلا زي ما احنا قلنا انت في مول، فدخلك شخص ياخد كونسلتيشن عشان يشتري معاك، فعجبه الكلام اللي انت قلته وكل حاجه، بس هو ما يعرفش ان هو ممكن يشتري. او ان انت مثلا زي ما احنا قلنا انت عملت اوبن داي مثلا عندك في المركز، لو انت عندك مركز عملت اوبن داي وجايب الناس وبتتكلم معاهم وقلت لهم تعليمات، بس هو برضو ما يعرفش ان انت عندك ايه السيرفيس اللي ممكن تبيعها اصلا. يعني انت ما بتبيعش سيرفيس، انا ما اعرفش انت بتبيع. فانت لازم تاكد على الجزئيه دي، يعني ما تفترضش ان الزبون ذكي وفاهم اي حاجه. قول له الكلام بلسانك. فبالتالي الكلوزنج دي فائدتها في ايه؟ ان انت بتقول له اشتري. تمام. زي برضو ده يعني ده احنا بقى عايزين نعكس الكلام برضو. لو انت بتبيع على الفيسبوك، لو انت بتعمل بوست على الفيسبوك، اخر الفيسبوك في حاجه اسمها الكول تو اكشن. يعني مثلا انا بعمل بوست او بعمل فيديو. تمام. في اخر الفيديو لازم اقول له اعمل ايه، انا عجبني المحتوى، هل انت عايزني اعمل لك فولو، ولا هل انت عايزني اشتري، ولا انا عايز استشيرك استشاره مجانيه، ولا اعمل ايه. فلازم تقول له عشان تحجز معانا استشاره سجل بياناتك، ابعت لنا رساله. ده برضو نفس الكلام على السوشيال ميديا. فالكلوزنج ده ان انت جاست ان انت بتقول له ايه، حضرتك الحوارات دي بقى انا بقدر اقدمها لك من خلال البروجرام اللي احنا هنمشيه مع بعض. فلا اما مثلا حضرتك طب خلاص احنا ممكن بنعرض على حضرتك ان البروجرام ده انا هعرض لك ان مثلا في حد لسه ملقلق فبس محتاج زقه، تقول له ايه خلاص انت ممكن تتابع معانا اسبوع فري. تمام. او ان حضرتك انت عارف ان احنا بنقدم لك كذا وكذا وكذا، فحضرتك تبدا معانا دلوقتي، او ان انت تحب تشتري الشهر ولا ال3 شهور. فبالتالي انت ايه، يعني انت كانك بتلخص المكالمه بتاعتك وبتقول له اشتري بقى. ما هو انت انا ببيع، انا قاعد هنا عشان ابيع، مش عشان انا اقول لك شويه معلومات وتاخد بعضك وتمشي. سواء المكالمه دي كانت كول في التليفون او مكالمه، يعني انت ممكن الكونسلتيشن دي في بعض الناس بتعملها بالمكالمه. حضرتك عايز تشترك معانا، انت لازم تحجز استشاره مجانيه بالتليفون، او استشاره مجانيه على زوم، الناس بتعملها زوم ميتنج، او استشاره مجانيه في العياده، حسب انت عايز تشد الزبون وشكل شغلك عامل ازاي. تمام. طيب فده ايه الكلوزنج. اخر حاجه بقى الفولو اب. الفولو اب يعني ايه؟ خلاص حضرتك تمام، بس انا طب هفكر وارد عليك، او انا مثلا طب معلش انا بس مش عامل حسابي هجيب فلوس واجي لك. فبالتالي ده هتبدا تقول له ايه، انا هبعت لك الداتا على الواتساب مثلا، ويبقى في حد بقى من الريسبشن هو بيتابع معاه، او شخص بقى انت بتتابع معاه، او انت بقى حسب ما انت بقى حسب السكيل اللي انت شغال بيه. يعني انت سواء انت بعد فتره تكلمه تاني، انت حضرتك
قررت ايه او انت حابب تعمل ايه. او ممكن انت لو انت مش معاك ريسبشن، ممكن تجيب رقم تاني واتساب تاني مثلا، وايه وتبعت. انت اللي تبعت بس كانك انت الريسبشن. يعني انت لو انت مش معاك فلوس في الوقت الحالي، لان هيبقى في شويه احراج، بس ان انت كدكتور، يعني انت كسيلز ممكن تتابع عادي، لكن انت كواحد دكتور هيبقى في شويه احراج ان انت بتجري ورا الزبون يعني مثلا، او شكلها كده يعني. فبالتالي انت ممكن تجيب مثلا رقم واتساب تاني وتخصصه ده الايه، ده الريسبشن بتاع العياده. فتلاقي وتبعت من رقم الريسبشن ده كل فتره، هل حضرتك عايز تشترك معانا؟ طب حضرتك قررت ايه؟ طب الاوفر هينتهي؟ مش عارف ايه الكلام ده. تمام. على حسب بقى ايه الاوفر بتاعك، او الشخص اللي انت محدد معاه هتتابع معاه كل قد ايه. فلازم وانت بتقفل تبقى واخد منه ميعاد او وقت. يعني حضرتك حابب تشترك معانا، او انت خلاص تقررت لك لا والله، طب حضرتك تحب اتابع حضرتك امتى؟ او انت مثلا ده ممكن تخليه مش انت اللي تعمله. يعني انت ممكن زي ما احنا قلنا ايه، تقول له خلاص انا هخلي السكرتاريه يبعتوا لك الكلام ده على الواتساب، والواتساب بقى بتاع السكرتاريه ده، سواء هي سكرتاريه حقيقيه، او انت هو نفس الشخص، عشان انت مش عندك موظفين، فبتبعت من رقم السكرتاري، فتقول لهم والله حضرتك حابب تشترك امتى، او اتابع حضرتك امتى تاني. فلازم تاخد منه ميعاد. قال لك لا طب سيبني افكر، طب خلاص هتابع حضرتك في خلال يومين. تمام. فبالتالي احنا عايزين نقول ان معظم الناس، انت ممكن تعمل كل الخطوات اللي فاتت بس ما نعملش فولو اب، وده بيوقع شغل كتير جدا. يعني ده من الحاجات اللي هتخليك تفقد كاستمرز كتير جدا، عشان انت جاست ان هم نسيوك، او هم عجبوا القعده ومشوا وسابك. فلازم تعمل ايه فولو اب، سواء زي ما احنا قلنا عن طريق رقم اخر او عن طريق ريسبشن بجد.